ابدأ. علي بوغارس، رئيس غرفة العضو المنفذين الاثنين تطاوين، عضو هيئة وطنية. فيما يتعلق بالإضراب اللي بصدد تنفيذه واللي يبدأ في يوم الأول يوم 15 يتواصل حتى اليوم الأحد الموافق ل19 من شهر أبريل. إضراب دعت له الجلسة العامة الخارقة للعادة لقواعد العضو المنفذين بتونس يوم 28 مارس، وهو ردة فعل تجاه المشروع المحال من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. كما تعرف الناس كله يعرف الرأي العام، وأنه مشروع القانون هذا قوبل برفض كبير من عديد والعديد من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية أيضا. هو قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء سيكون هو الممثل الوحيد للسلطة القضائية. كي جينا نشوفه نحن كعضو المنفذين وأن تم إقصاء العضو المنفذين من تركيبة هذا المجلس، والمواطن بصورة خاصة يعلم جيدا وأن مستقبل يجعل المرفق بالفعل، إن كان المرفق العدالة هو وجه وأساس العمران، أن يحقق مقاصده ويحقق أهدافه إلا بتضافر جميع جهود وبوجود جميع الهياكل وبمخاطبة أهل المهنة. هذا مطلبنا. نتمنى وأنه ضربنا هذا والذي بحول الله سيتواصل نجاحه على مدى 5 أيام أن نجد الأذن الصاغية، وأننا ليست لنا مطامع شخصية وليست لنا أي مآرب خاصة من قبيل افتكاك هذا الحق من باقي الهياكل. لا، نحن أن نكون شركاء بالفعل. هذا